صلي على النبي يا ست البنات انت وهي في الكومنتات، وتعالي نعمل صينيه البطاطس بطريقه فراخ جديده. حاجه كده قمر هتاكليها وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. صينيه بطاطس عاديه خالص هتعمليها زي ما انت بتعمليها، بس الفراخ هي اللي طريقتها جديده. وتعالوا نشوف عملناها ازاي، والوش المحمر الجميل ده اتعمل ازاي. هل حطيناها في الفرن واتحمرت؟ لا طبعا يا ست البنات. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقه حلوه وسهله وبسيطه ومفيهاش اي افتكاسات. جربيها على طريقه زوزو هتدعي لي دعوه حلوه من قلبك، والفراخ مستويه دايبه دوب. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا نشوف طريقه التحضير. معايا هنا يا جماعه طاسه او جريل ايا كان اللي عندك. حطي فيها حته سمنه حلوه كده اهوت مع حبه زيت اهو. لسه انا السمنه حطاها في التلاجة فبتبقى متجمده شويه. هسيحها كده اهوت على الجريل، واحط معاها حبه زيت اهو. انا بس بضغط على المعلقه عشان تسخن وتنزل السمنه اللي فيها. يلا يا قمرايه سمعيني الصلاه على الرسول في الكومنتات عشان ناخد الثواب انا وانتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب بعد يا ست البنات ما هنحط معلقه السمنه بقى، وهتنزل من المعلقه وهتسيح. هنعمل شوفي كده هنعمل انا معايا فرخه كده حلوه. بهريها ببصلايه، افرمي بصلايه وشويه ملح وشويه فلفل وحبه ماجي، ودعكيها في قلب الفرخه حلوه جدا، وسيبيها بتاع نص ساعه. وتعالي بقى يا ستي البنات يا سكره انت وهي. بس يلا اللايك والشير بتاعي، واكتبي لي انت منين. هنا حطيت بقى حبه الزيت مع السمنه، وادي الفراخ عندي اهي انا بهرتها يا ست البنات. بصوا بصله وملح وفلفل، ودعكيها وسيبيها بتاع نص ساعه. وتعالي بقى انزلي على الجريل بتاعي بقى هنا اهوت في السمنه والزيت اللي انا حطيتهم اهو. وانزلي بالفراخ رصيها كده بقى جنب بعض يا ستي البنات، وشققيها علشان تستوي بسرعه ماشي. وطبعا احنا كلنا بنعمل لها محلول النقع، سكر وملح وليمون، وسيبيها فيها بتاع ساعتين عشان تضيع الزفاره خالص. كلنا ستات شاطرين وما شاء الله، بس احنا بس بناخد من بعض افكار مش اكتر ولا اقل. انت عندك معلومه انا عندي معلومه، ادينا بنستفيد من بعض كلنا. رصيت الفرخه بتاعتي وابتدي اشوحها شمال واليمين لحد ما تديني اللون الرائع ده قدامكم. شفت بقى اللون ده اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو على صينيه البطاطس. وصينيه البطاطس القمر بتاعتك اللي هتعمليها ايا كان زي ما انت بتحبي تعمليها بطريقتك انت. انا عن نفسي بقطع البطاطس وبروح مقطعه عليها الفلفل والبصل، واديها غلوه فوق واحطها في الفرن. وهنا بقى انا عملتها اهو، اديتها غلوه واحده. وتعالي بقى يا ست البنات يا قمرايه رصي عليها الفراخ كده اهو. صوص الفراخ بقى ينزل على البطاطس، ومش قادره اقولك على الطعم والجمال اهو. انا اديت البطاطس غلوه واحده بس، يعني لسه ناجيه. والفراخ برضو شوحتها شمال واليمين لسه برضو ما استوتش. واروح بقى واخده الكلام الجميل ده كله، واروح كمراها بورقه فوين كده اهوت علشان بخار هيسويها منها فيها، ان كان بطاطس ولا ان كان فراخ. واتفرجي على الجميل. وهنا اهوت هجيب بقى ورقه الفوين بتاعتي اهو، كمريها بقى كده كمره حلوه وغطيها، وروحي مدخلاها على درجه حراره 180 في الفرن. يكون بتسخنيه قبلها ب5 دقايق كده او 10 دقايق. وبعد كده يا قمرايه دخليها الفرن وسيبيها بتاع مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير. واتفرجي على الجمال لما خرجتها بقى. بصوا القمر، انا مش قادره اقول لكم على الجمال. بطاطس دايبه دوب والفراخ دايبه دوب، وصوص الفراخ نزل على البطاطس، وطعمها كانت حكايه. جربيها واعمليها هتدعي لي دعوه حلوه من قلبك بجد. مش ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا وبسيطه، والطعم بيبقى خطير. بصوا بقى الجمال في النهايه، ولا حطيناها تحت شوايه ولا حاجه، هي اصلا معموله جاهزه محمره جاهزه. واترككم في رعايه الله وامانه.